والله عيب عليك انك تشتم مصر، بس مصر فوق تحت مرتزقة. ترى الجيش المصري اذا التف عليكم حترجع مثل ما كانت في السابق. مصر مرحبا بكم في الحلقة الثامنة من برنامج ضغط. في البداية نسأل الجهات المسؤولة عن الإعلام الكويتي، هل الزول ده بيمثل الإعلام الكويتي؟ بيمثل الشعب الكويتي؟ عشان نعرف إنه نحن بنتكلم عنه، ومن هنا لحد ما نلقى الإجابة حنقول إنه بيمثل الشعب الكويتي، لأنه دي الإهانة الثانية للسودان من دون ما تتحرك أي حاجة من الجهة الكويتية. أنا ما أدري ليش ودونا عيالنا السودان. السودان هي الولايات المتحدة في تدريب الضباط. ضرب الفادح على عيالنا الضباط بالجيش الكويتي في السودان. اليوم كان المفروض تطلع طيارة عسكرية للسودان وتجيب عيالنا وترجعهم. أولادك الحالاتهم وخايف عليهم ديل وبتدافع عنهم، ليه ما وديتوا الجيش المصري عشان يدربهم؟ الجيش المصري إذا التفت علينا راح يرجع مصر والسودان زي ما كانت في السابق. طبعا الإجابة على السؤال ده بيعرفوها الكويتيين الأصيلين اللي ما بينكروا الجميل. في ستينات القرن الماضي لما كان العراق رئيسه اسمه عبد الكريم قاسم كان بيحشد آلاف الجنود عشان يهدد الكويت. الحكومة الكويتية أول حاجة عملتها استعانت بالجيش السوداني، وبعد ما انتهت المهمة بتاعت الاستعانة دي في قصة مشهورة جدا حصلت في المطار اللي هي القصة بتاعت الظريف، وانه الجيش السوداني رجع القروش واثبت انه هو ما مرتزق وبيقبض قروش. قصة كل الناس عارفينها ما نخوض فيها. السؤال لما كان في تهديد على الكويت ليه ما لجأت للجيش المصري اللي انت شايف انه اذا التف عليكم حترجع مثل ما كانت في السابق؟ الشغال بتكسر لها ده. ليه استعنتوا بالجيش السوداني؟ الجيش السوداني بيعرفوه الناس الاصيلين بالجدول اللي احتكوا به، وده السبب اللي خلى الحكومة الكويتية تجيب أولادها ويتدربوا عندنا في السودان، وده ما تقليل من أي جيش. السؤال ليه للآن أنتم ما عندكم جيش؟ ليه كل ما جاكم تهديد استعنتوا إما بالجيش السوداني أو بالسعودي أو بدول التحالف؟ وين أنتم يا أخواننا؟ اتحررتوا من سندو وليه يوم الليلة قاعدين تستعينوا؟ وجيش كل لما جبتوه عندنا ودارين ندربوا كمان دارين تتفاصحوا وتعمل لكم قوم وقعد. الرسالة دي لأي كويتي بيتبرأ من الملة وأفعاله انه نحن بندافع عن نفسنا كسودانيين، لانه الاعلام الكويتي في الفتره الاخيره بقى بيتطاول على السودان في تاريخه وماضيه، فبالطبيعي انه نحن ندافع عن نفسنا وما تلومونا لو قلنا الحقائق. الملا عارف سبب المشكله بتاعت الضباط شنو؟ ما تقرا اي تقارير ولا تسمع لي اي كلام. انا اديك الزيت من قلب الحدث ذاته. الفيديو بتاعك اللي نزلته قبل 4 شهور اللي كنت بتتهم فيه السودان بانه نحن مرتزقه. احنا بنيجي شايلين لحمتنا معانا في الطياره عشان ناكل عندكم. عندكم لحمه بتاع الطعميه بتاع الفول. طعميه مش حلوه، ما 24 ساعه تاكلون طعميه. عرفت ده سبب المشكله الاساسيه، لكن برضه ما بيجزم لك. خلينا نضرب المعسكر ونشوف الحاصل شنو في الموضوع. يا جنابو كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. الله يسلمك يا جنابو. قضيه الضباط الكويتيين دي شنو؟ السخانه غلبتهم. الله يا اخي. العدس يا جنابو. العطرون ما يعني ايوه ما متعودين يعني. سعاده لو في ديليفري طريقه لكنتاكي برضه تكون السودان ما في ويا الحظر. الله يجازي اللي كان السبب يا اخي. حلوين ايوه زحوا دي الشينين ايوه بالضبط كده. الملا صح هو الله سبب كلها، لكن بانه الله يسلمك. لا شغالين الله يسلمك. انت السبب قال زائد السخانه، زائد انه هم حلوين، زائد انه ما في كنتاكي، زائد انه ما بيقدروا يتحملوا الجو بتاعنا حق السودان. وانا عارف انه ردك لنا حيكون انه نحن مرتزقه، انه نحن بناكل فول وطعميه والسودان ما فيه حاجه الارهابيين يفجروه، وانه نحن بوابين. لكن الحمد لله نسبة الشذوذ الجنسي عندنا ما زي الكويت. القانون اللي بيه حلوة هي أنا أقول لك في القانون الكويتي إذا فعل برجل يعتبر هذا أجلك الله هتك عرض، طالما أنهم متوافقين، وهتك العرض لا يعتبر جريمة إلا في حالة التبليغ. يعني إذا واحد منهم زعل راح بلغ هني تصير عاد جريمة. احنا نشوف هذه الأمراض في الوزارات، نشوف هذه الأمراض في المجمعات التجارية، في المستشفيات، أمر مخجل. يا سلام يا اخي والله احساس الانضمام والضم احساسه حلو والله. كده تعالي ننضم كده شويه خذ لنا ضمه. الاعلاميه المخضرمه فجر سعيد كيف احوالك؟ ان شاء الله تمام بخير والله الله يسلمك. يا اختي تعالنا ذلك رجالكم احنا فهمنا له شنو؟ كمان جاينا انت المره دار تطول حسك علينا. السؤال انتم كلكم قابضين؟ كلكم رجال على نسوان يعني؟ اعلامكم كله قابض من مصر؟
الجنيه سعره كويس عندكم ولا شنو؟ الفكره شنو من انك تخربي علاقه ما بين السودان وما بين مصر، حلايب وشلتين، قضيه سودانيه مصريه، الكويت دخلها شنو بالموضوع؟ وانا عرفت انه انت اللي بتسوي فيه ده دايره تصهري اللي هي اسمها السباحه عكس التيار، سواء واحد سوداني عندنا اسمه الصيني نجم الدين ايام شارع الحوادث، ما علينا الدار اقول لك انه مصري واحد يهتم بالكلام اللي بتقولي فيه ده ما في، زول كده صفق لك قال لك انت حلوه ما في، شيرنا لك البوسي نحن كسودانيين والله بس لانك نكره يعني، وازيدك من الشعر بيت ما حتاثري في السودانيين ولا حتحرك منهم شعب، ولسه العرض غايب بتاع الانضمام والضم، دارين ننضم نحن. وفي الختام الدار اقولوا انه الاجواء السودانيه المصريه اصلا متوتره ما ناقصه اي واحد يجي من برا عشان يجي يزيد الطين بله، والسؤال لا زال غايب، هل الجماعه ديل بيمثلوا الاعلام الكويتي ولا ما بيمثلوه؟ عشان نعرف نحن قاعدين نتعامل معهم كسره كده. اعلامنا السوداني كيف احوالك؟ ان شاء الله تمام. اخر اخبار الموضه شنو بالله؟ الساحه الخضراء فيها ايوه لا تمام. في الختام لو عجبتكم حلقتنا ما تنسوا تعملوا لنا شير، سبسكرايب، لايك. فريق برنامج ضغط.